بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامة ومرحبا بجميع من يلتحق بقناة فيفا فيفاتو. حبيبات، اليوم جيت جبت لكم معايا ريحة العيد وريحة الأفراح ديالنا. اليوم بإذن الله حنحضروا مع بعض شطيط غرنوق بالبطاطا كيما نحضروها كامل، خاصة في الجزائر العاصمة نديروها هكذا، شطيطها بالبطاطا ولا جواز غرنوق بالبطاطا، وكل واحد وطريقة تاعو في تحضير هذا الطبق اللذيذ جدا. فلا حبيباتي، هاد الوصفة يعني نقدر نقولوا عليها توالم هاد الشتيوة اللي رحمنا بها الله عز وجل. فوالا لانه فيها تغماس اتو الوغ توالم مع هاد البرد. اذا حبيباتي اللي ما يعرفوش كامل كيفاش يديروا شطيط غرنوق، ما عليهم غير يقعدوا معايا ويشاهدوا هاد الوصفه طريقه تحضيرها للاخير. بدون اطاله يلا نبداو في التحضير. بسم الله. الغرنوق تاعي ولا الريه انا عندي تاع بقري، بعد ما قطعتها ونقيتها مليح بالماء والخل، هنا درتها في كاسرونه فيها الماء ونخليها تغلي. فوالا كي راهي تغلي هكذا نحسبوا 10 دقائق، نطفي عليها النار ونصفيها ونقدرها. فوالا هذه سهله مهله، لكن نفيريفيو مليح لي بومون تاعنا اذا كانوا ملاح. بسم الله. خديت من كوكوت مينوت، لازم ناخدو طنجره تاع الضغط، درت فيها الغرنوق تاعي اللي تغلى وكثرته من الماء ديالو على نار تكون قليله، وهنا نضيف كميه مليحه من الزيت النباتي. كما نعرفوا حبيباتي الأطباق التقليديه الجزائريه او العاصميه خاصه يحبوا ليدام، لانه اغلبهم نطيبوهم بلا لحم ولا بلا دجاج. هنا رحيت حبه تاع طماطيش او طماطم كبيره وضفتها للغرنوق تاعي، وهنايا ايضا نضيف كميه مليحه من الثوم المرحي. فوالا ضيفوا حوالي 3 إلى 4 فصوص من الثوم، فوالا مسكرفجين طبعا. وهنا حبيباتي حنضيف باقي المكونات، وانا حندير كمية مليحة من الملح، يعني ضيفوا الملح حسب الذوق والرغبة، ودايما نقليو على نار قليلة باش الماكلة تاعنا تجي بنينة. هنا كان عندي الحميصة مشمخة ماشي طيبة، كانت عندي في المجمد ولا في الكونجيلاتور، وعلى ضفتها تتقلى معاه وممتون طيب. بالنسبة للتوابل حندير فلفل اسود، الكمون، ونضيف ايضا الفلفل عكري ولا فلفل احمر، ضيفوا حار او حلو كما تحبوا. وهنا ايضا نزيد نضيف ملعقه من الطماطم المصبره ولا كونسونطري طوماط، ونزيد شويه حشيش مع المعدنوس قطعتهم الى قطع صغيره، ونضيف على راس المغرف برك هريسه. انا الشطاطح تاوعي والماكله تاعي نحبها تجي شويه حويره، لكن لكم الاختيار. اذا عندكم افراد العائله ما يحبوش الماكله حاره، هنا نخلي حبيبتي الماكله تاعي تتقلى على نار قليله براحتها. وانا حبيباتي بعد حوالي 5 دقائق رجعت ليها، لقيتها شويه نشفت من هذيك لاصوص اللي تلقتها الطوماطيش اتو والزيت. الوغ هنا واش درت؟ شللت هذاك لاشواغ اللي رحيت فيه الطوماطيش وضفتها هنايا باش نزيد نخلي الغرنوق تاعي يتقلى ايضا ويتشرب كامل التتبيله هذه باش يجي بنين. لازم نعطوله وقته في التقليه. هنا بعد ما فاتت حوالي 4 ساعة أو 20 دقيقة رجعت له سيبو. هنا حبيباتي أنا هنايا حنمرق باش الغرنوق تاعنا يطيب. هنا بسم الله نضيف كمية مليحة يعني تاع الماء، ما نديروش بزاف حتى يولي شورورو، لكن نديرو كمية اللي تخلي الغرنوق تاعنا يطيب بالطري الزبدة. هنايا نقوي شويه للنار، نديرها نار متوسطه ونغلق لا كوكوت تاعي باش الغرنوق تاعي يطيب. فوالا. وهنا حبيباتي شوفوا بعد حوالي نص ساعه رجعت للغرنوق. دوك هنايا حنفيريفي الحميصه تاعي نشوف اذا راهي طيبه، وهنايا نضيف البطاطا اللي قطعتها بهذا الشكل، ونخلي الغرنوق تاعي والبطاطا يزيدوا يتجمروا في هاد لاصوص وايضا يطيبوا مع بعض.
أنا سيبو حبيباتي، الطبق تاعي راه واجد والبطاطا تاعي راهي طيبة وحتى الغنوق تاعي طاب الزبدة. الوغ واش ندير دوك؟ هنايا ندير عليهم رشة تاع الحشيش وأيضا المعدنوس ونطفي عليهم النار ونشوفوا حبيباتي مع بعض الطبق تاعنا لنهار اليوم والوصفة ديالنا فوق طاولة التقديم. بقاو معايا وما تبعدوش حبيباتي. كان هذا هو العشاء ديالنا. فوالا سلطة خفيفة ظريفة مع فوالا جواز ولا شتت غرنوق بالبطاطا تاع عسل من يديا. بسم الله ما شاء الله واش نقول لكم ولا اروع. يفكرنا في ريحة العيد ايضا وحتى الافراح ديالنا. الله يدومها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. نتمنى حبيباتي ان وصفتي لنهار اليوم نالت اعجابكم ورضاكم. اذا ما تنسونيش بجام تعليق او كومنتير في الفيديو. واللي صارتني اول مره مرحبا بك حبيبتي في قناه بيبا بيباتو. ضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. خليكم رابط حسابي على الانستغرام، صفحتي ومجموعتي في فيسبوك في صندوق الوصفه وفي لابار ديسكريبسيون. اللي ما يعرفوش صندوق الوصفه ضغطوا على العنوان تلقاو جميع الروابط التوعي على مواقع التواصل الاجتماعي. بعدي ما تنسوش دعموني وشجعوني هكذا باش نواصل معكم بفيديوهاتي ووصفاتي. بهذا لحقنا نهاية الفيديو تاعنا والوصفة تاعنا لنهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحيحتكم أرواحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. إلى فيديو آخر أو وصفة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.